في ثلاثينيات القرن الماضي بالتحديد سنة 1937 قرر وزير فرنسا المفوض وقتها مسيو بيير بيع مقر السفارة الفرنسية اللي كان موجود هنا على شارع شريف وشارع قصر النيل مكان العمارة اللي ورايا دي للشركة العمومية العقارية بمصر إيموبيليا. الشركة هدت السفارة وأعلنت عن مسابقة لبناء أول ناطحة سحاب في مصر. اتقدم للمسابقة 25 مهندس وفاز في النهاية ماكس أدري وجاستن روسي، ووافقت الشركة على تنفيذ مشروعهم ومنحهم حق الإدارة والإشراف على الأعمال. اتكلف البناء أكتر من مليون جنيه وقتها، كان المبلغ ده كبير جدا، وكان من مميزات السكن إن كل غرف النوم بتطل على القلعة والأهرامات من ناحية، ومن الناحية التانية كانت بتشوف رود الفرج وشبرا ومصر الجديدة. ومن أشهر الشخصيات اللي سكنت فيها كانت ليلى مراد، ماجدة الصباحي، نجيب الريحاني، كمال الشيخ، هنري بركات، وغيرهم كتير من المشاهير